ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ طبعا كلنا ما نختلفش على سندوتشات الشاورما. كلنا بنعشقها وبنشتريها من بره بمبلغ وقدره. هنعملها مع بعض في البيت بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. بس يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ مع بعض الوصفة ونشوف هنعملها ازاي. انا هنا عندي شاورمة لحمة. نزلت هنا بربع كوباية زيت، وفرمت بصلة ناعم ونزلت بالمية بتاعتها. تمام. وبعد كده هنزل بالتوابل: ملح، فلفل، معلقة سكر، زعتر، رشة بسيطة من القرفة، رشة بسيطة من جوز الطيب، رشة بسيطة من الكزبرة. طبعا السكر بيدي طعم جميل جدا للحمة وبيخليها معانا دايبة كده في السوا، ومعلقة خل. تمام كده. انا هنا زي ما انتوا شايفين مقطعه اللحمه، طبعا حته تكون حمرا خالص، يعني من وش الفخده. تقطعيها شرايح بالشكل ده كده، تكون سمكها رفيع مش تخين قوي، عشان ما تاخدش وقت معانا في قلب السوا، ما تشدش في نفس الوقت معانا. هننزلها في قلب التتبيله اللي احنا عملناها دي، ونقلبها كويس جدا، وهنركنها في التلاجة حوالي ساعتين، دي اقل حاجه في الوقت. هنبتدي هنا نعمل الشاورما بتاعه الفراخ. انا هنا كان عندي بانيه قطعته شرايح شاورما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نزلت بملح، فلفل، بهارات فراخ، قرفة، حاجات بسيطة جدا مش كتير برضو. وبعد كده هنزل كمان عليها بالشاورما الجاهزة، توابل الشاورما الجاهزة. يبقى هنا التتبيلة كانت عبارة عن ملح، فلفل، بهارات فراخ، شاورما جاهزة. ممكن حطيت كمان فصين حبهان صحاح كده هيدونا نكهة واحنا بنشوحها. طبعا معلقتين زيت، معلقتين خل معانا في قلب التتبيلة، وبنقلبهم بالشكل ده كده من غير بصل ومن غير اي حاجة. برضو هندخلهم في التلاجة حوالي ساعة. طبعا احنا متفقين ان كل اللحوم او الفراخ ما بتقعد في التلاجة مدة طويلة في قلب التتبيلة بتديكي نكهة حلوة جدا، وطعمها بيبقى جميل جدا وانتي بتعمليها. بما ان احنا بقى هنا بنعمل الشاورما السوري، فاكيد لازم نعمل معاها تومية. معايا هنا تلت كوباية نشا، ونزلت عليهم بكوباية مية. هنقلبهم مع بعض وندوبهم على البارد. نتأكد ان النشا داب تماما عشان ما نعملش كتل مننا واحنا حاطينه على النار. وبعد كده هنرفعه على النار. مش هياخد معانا على النار يعني 5 6 دقايق بالكتير، بس طبعا ايدينا تقليب مستمر عشان ما يكلكعش او يبوظ مننا. طبعا انا بقلب تقليب مستمر بالشكل ده كده لغاية ما يبتدي يتقل معايا. هو هنا كده ابتدى ان هو هيتقل ويغلي، لغاية ما يوصل معايا للقوام اللي انتوا هتشوفوه ده. كده خلاص بدأ يتقل اهوت. شايفين القوام ده اللي انا عايزاه. طبعا بشيله بقى من على النار وبسيبه لغاية ما يبرد تماما، وبعد كده هبتدي استعمله. على بال ما يبرد بقى تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه. معايا هنا 4 فصوص توم، ربع كوباية لبن، ربع كوباية زيت، معايا كيسين مايونيز او معلقتين كبار مايونيز، وده اساسي في الوصفة على فكرة، بيدي طعم حلو وكريمي كده للوصفة. طبعا انت لو عندك كبة صغيرة يفضل ان انت تستعملي كبة صغيرة عشان التوم يتفرم معاكي كويس جدا. معاكي هنا بقى كمان معلقة ونص خل، ده على حسب ما بتحبي المزازة بتاعته. ممكن لو حابة مزازته اعلى شوية بتزودي معاكي معلقة كمان خل، يعني معاكي من معلقة ل3 معالق خل على حسب ما بتحبي طعم المزازة في التومية. تمام. انا هنا فرمتهم ضرب ناعم قوي. طبعا ده القوام بتاعها، بس ده قوام لسه خفيف، لسه هتتقل اما ننزل عليها بالنشا. هنا كان النشا برد تماما. شايفين شكله عامل ازاي؟
هننزل في الكبة بقلب النشا كده، وهنضربهم برضو مع بعض ضرب ناعم قوي لغاية ما يوصل معانا للقوام اللي احنا عايزينه. هو هنا هيتضرب ضربة تانية، لسه فيه كتل برضو، وهضيف معلقة ملح صغيرة مش كتيرة. تمام كده. وبكده بقى التومية تكون جهزت معانا. كان طعمها تحفة، والله العظيم ما في فرق بينها وبين التومية الجاهزة، نفس الطعم بالظبط. وهتشوفي دلوقتي القوام بتاعها عامل ازاي. شايفين؟ ولا تقيلة ولا خفيفة، وسط. هننزل بقى بيها هنا في قلب البولة، وهندخلها التلاجة لغاية ما نبدأ نستعملها مع بعض. طبعا التومية دي ممكن تقعد معاكي من يوم لغاية أسبوع في قلب التلاجة، ما فيهاش أي مشكلة خالص، ولا هتغير ولا طعمها هيجراله حاجة. ده شكلها بعد خلاص ما خلص. هنبتدي هنا بقى الأول نسوي شاورمة اللحمة. معايا هنا طاسة سخنة جدا، عايزة أعمل اللحمة اللي أنا نزلتها دي أو للشاورما صدمة. طبعا بسيبها على وش واحد تاخد لون الاول، وبعد كده هبتدي اقلبها، بس بفردها كويس في قلب الطاسه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد دقيقتين على بال ما تكون لونت معانا هبتدي اقلبها على الاتجاه التاني. هنا خلاص ابتديت اقلبها معاكم. هي ما خدتش برضو ربع ساعه 10 دقايق على النار، مش كتير يعني، لان هي حجم الشاورما معانا رفيعه، فمش هتاخد وقت كبير على النار. هنزل بقى هنا ببصلة شرايح زي ما انتوا شايفين كده، فلفل برضو شرايح، وهبتدي اقلبهم مع بعض 5 6 دقايق لغاية ما البصلة والفلفل يبتدوا يتبلوا بس معانا كده حاجات بسيطة. بالشكل ده كده. هنا بقى خلاص كانت استوت معايا الشاورما، ودي شاورمة اللحمة. هنبتدي بقى ننزل بطماطماية متقطعة، بس متشال منها القلب من جوه، مش عايزة فيها اي مية. ومجرد ان انا بنزل الطماطم بالشكل ده باخدها تقلبتين 3 وبطفي عليها في ساعتها، ما بسيبش الطماطم تستوي سوا كامل في قلب النار. تمام كده. كده خلاص هي كانت استوت معايا، هبتدي ارفعها من على النار. وهنبتدي بقى في شاورمة الفراخ. نزلت بنفس الحكاية في طاسة تكون سخنة جدا، ونزلت بالشاورما بتاعة الفراخ بالشكل ده كده، وهبتدي اقلبها. اول ما برضو ما تاخد لون هنبتدي نقلبها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. طبعا هي مش هتحتاج اي اضافات، كلها متبهرة، فمش محتاجين نحط لها اي اضافات تانية. هننزل بقى كده معانا ببصلاية شرايح، وطبعا نحط كمان فصين توم. التوم بيدي نكهة جميلة جدا لشاورمة الفراخ. فلفل اخضر برضو لغاية ما يتبالوا معانا.
وخلاص طفينا عليها بالشكل ده. طبعا العيش ده اللي احنا كنا عملناه مع بعض ده عيش الشاورما، كنت عملته مرة قبل كده في القناة وعرفتك بيتشال ازاي وبنعينه ازاي. انا كنت عاملاه وحطاه في الفريزر وطلعته قبلها بفترة لغاية ما فك معايا بالشكل ده كده. هنبتدي بقى ناخده نحط عليه يعني حاجات بسيطة من التومية، بطاطس محمرة، معانا هنا زيتون اخضر، بس طبعا احنا مش هنكتر الزيتون عشان احنا مملحين كل حاجة، فمش عايزين الاكل يطلع حادق زيادة عن اللزوم. معايا شاورمة الفراخ بفردها بالشكل ده كده، وبتني العيش من الجنبين وببتدي الفه مرة واحدة. طبعا يعني الشكل موضح اكتر كمان من كلامي. طبعا انا هنا ما استعملتش جبنه موتزاريلا لان انا عندي جزء ما بيحبش الجبنه الموتزاريلا، بس هنستعملها مع بعض برضو. انا حطاها عشان هستعملها في ايدي السندوتشات. هنعمل واحد تاني مع بعض. هنتني جزء كده من فوق وناخد جزء من التوميه، شاورما سوري يعني توميه، ما فيهاش نقاش يعني. بطاطس، زيتون اخضر، طبعا انت لو حابه تحطي كابوتشي كمان حطي، بس انا استكفيت بده بصراحه. تمام كده، هنبتدي نقفل من الجنبين بتوعه ونبتدي نقفلها مع بعض بالشكل ده بمنتهى السهولة. هنبدأ هنا بقى كمان نعمل سندوتش مع بعض، آه، شاورمة اللحمة. معايا هنا كمان رشة بقدونس نزلت بيها كده فوق شاورمة اللحمة، تدي طعم حلو قوي ليها، ودي اختيارية بس هي بصراحة بتدينا طعم حلو قوي. برضه هنحط مايونيز والبطاطس، وبننزل باللحمة وبنقفلها برضو من الجنبين زي ما عملنا بالظبط في شاورمة الفراخ. وما تخافيش حتى لو حاجة اتفتحت منك ما تقلقيش، هو اتفتح مني اهو واتلف مفيش اي حاجة. كده انا عملت اكتر من ساندوتش معاكم عشان تشوفوا انا عملته ازاي. ان شاء الله يا رب تعجبكم الطريقة وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. هنا بقى هبدأ احط جبن. مرحلة الناس اللي ما بتاكلش الجبن خلاص خلصت معانا. هنبتدي بقى هنا نحط جبنة موتزاريلا. انت عندك موتزاريلا، عندك ميكس، عندك اي حاجة حطيها بتضيف طعم جميل جدا للساندوتش معانا. ودي الكمية اللي انا عملتها. هبتدي بقى اسويها. جريل سخن سخن جدا، نزلت بمعلقتين 3 من الزيت كده، وهبتدي بالفرشة اوزعهم في قلب الجريل، وهبتدي انزل بالعيش زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا هسيبه لغاية ما يبدأ ياخد لون، مش هنقلبه دلوقتي، وهنقلبه على كل الاتجاهات على فكرة، مش على اتجاه واحد بس، يعني مش فوق وتحت بس، لا على الاربع اتجاهات بتاعته. تمام كده. هنا ابتدى خلاص ياخد لون زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اقلب.
بالشكل ده كده. طبعا ناخد بالنا من التسوية عشان ما يتحرقش مننا، لانه ما بياخدش وقت خالص في التسوية. كده ابتديت اوقفه على الجناب عشان برضو ياخد لون من الجناب. وكده خلاص انا خلصت السندوتشات اللي كانت معايا. طبعا دي جزء من الكمية اللي انا كنت عاملاها. كانت طعمها تحفة وغاية من الجمال. يا رب تجربوها وتعجبكم وتعرفوني رأيكم ايه، وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله.